عمرك سألت نفسك ليه ماتش الكرة بيتلعب في 90 دقيقة؟ ليه مش 100 أو ليه مثلا مش 60 دقيقة زي الألعاب التانية؟ هل الرقم ده مجرد صدفة ولا وراه قصة؟ الحقيقة إن الموضوع ده مش عشوائي، والمدة دي تم تحديدها بناء على تجربة حقيقية ومباراة تاريخية جمعت ما بين ناديين كبار في إنجلترا. النهاردة بقى وفي الحلقة دي هنجاوب على السؤال اللي محدش بيفكر فيه تقريبا، لكنه من أساسيات اللعبة بتاعتنا: ليه كرة القدم بتتلعب في 90 دقيقة؟ بس قبل ما نبدأ كلام عن أي حاجة ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الزملكاوية، واشترك في القناة. عايزين إن شاء الله نوصل 10,000 مشترك في أقرب وقت. بداية كرة القدم ما كانتش زي ما احنا عارفينها دلوقتي. زمان في القرن ال19 اللعبة كانت لسه في مرحلة التطور بتاعها، وكان كل فريق بيلعب حسب الاتفاق مع الفريق التاني. مفيش وقت محدد، وممكن الماتش يكمل ساعتين أو حتى ممكن يخلص أقل من ربع ساعة، وده كان بيعمل مشاكل كتير. تخيل إنك بتلعب ماتش ومتعرفش هيخلص إمتى. ده غير إن في بعض الفرق كانت بتستغل ده لصالحها. يعني مثلا لو فريق متقدم ممكن يقصر المدة بأي اتفاق مع الحكم أو مع الفريق التاني، والعكس صحيح. لو الفريق خسران يطولها على امل انه يرجع في النتيجه. اما بقى بالنسبه للجمهور فكان بيقابل مشكله كبيره جدا. تخيل انك راح تتفرج على ماتش ومش عارف الماتش ده هيخلص امتى. ممكن الماتش ده يستمر لساعتين وممكن يخلص بعد نص ساعه، وده كان بيخلي المشجعين يحسوا بالملل وبعدم الاطمئنان. الناس اللي بتحضر الماتشات كانت بتواجه مشكله لانهم مش عارفين يخططوا وقتهم، وانت طبعا عارف ان الوقت زمان ده كان حاجه مهمه جدا. وكمان كان في اوقات بيبقى اللعب ممل جدا لما الفرقه تتعب ومش قادره تكمل بنفس القوه اللي بدات بيها المباراه. ولو انت فريق خسران ممكن تلاقي الحكم في اي لحظه بيصفر لنهايه اللقاء. ده غير بقى ان لو وراك مشوار ولا حاجه فاعمل حسابك انك مش هتروحه. طبعا كان لازم يكون في حل ينظم كل ده ويخلي كل الماتشات تتلعب بنفس الظروف وبنفس الكيفيه وبنفس الوقت. وبالفعل سنة 1866 حصلت مباراة مهمة جدا غيرت شكل كرة القدم في العالم كله، بين فريق شيفيلد وفريق لندن. والأول مرة الفريقين أخيرا بيتفقوا إن المباراة تستمر ساعة ونص بالظبط، أو بمعنى أصح 90 دقيقة. التجربة دي بقى أثبتت إن ال 90 دقيقة مدة مناسبة جدا للعيبة وكمان للجمهور، لأنها بتدي للعيبة وقت كافي إن هم يقدموا أفضل ما عندهم بدون ما تكون المباراة طويلة عليهم لدرجة إن يبقى في نوع من أنواع الإرهاق ما بين اللعيبة، ولا هي قصيرة لدرجة إنها تخلص بسرعة قبل ما أي فريق يقدر يغير في النتيجة. وبالنسبة بقى للجمهور فهو كمان كانت المدة دي مناسبة ليه جدا، بحيث إنه ما يحسش بالملل أو يحس بالإرهاق بالفرجة على مباراة حرفيا ما يعرفش هي هتخلص إمتى. وبعدها بكذا سنة بدأت الدول التانية تاخد بالها ان الموضوع فعلا محتاج توحيد، لحد سنة 1897 لما الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بيقرر انه يحسم الجدل ويجعل ال90 دقيقة قانون رسمي لكل الماتشات. وبما ان انجلترا كانت هي صاحبة اليد العليا في نشر كرة القدم في كل بقاع العالم، كل الدول التانية بدأت تتبع نفس النظام، وبقت المدة دي هي المعترف بها عالميا لحد وقتنا هذا. لكن برضو احنا ما جاوبناش على السؤال: ليه 90 دقيقة تحديدا؟ في الحقيقة ان الرقم ده مش عشوائي، ولو فكرنا منطقيا كده هنلاقي ان تقسيم المباراة لشوطين كل واحد فيهم 45 دقيقة مع استراحة بينهم ربع ساعة بيدي للاعيبة وقت مناسب للاستمرار في الأداء البدني. العلوم الرياضية الحديثة بتؤكد ان جسم الإنسان عنده قدرة معينة على التحمل البدني، و90 دقيقة تعتبر هي المدة المثالية اللي تخلي اللاعيبة يقدروا يقدموا أفضل مستوى بدون ما يوصلوا للإنهاك الكامل. كمان دراسات في الفسيولوجيا الرياضية بتقول إن قدرة الجسم على تقديم أداء عالي بيكون في المتوسط بين 60 ل 90 دقيقة قبل ما يبدأ يدخل في مرحلة الإجهاد الشديد. وده بالظبط اللي بيحصل في الماتشات، لأن اللاعيبة بعد الدقيقة 75 بيبدأ أدائهم يقل تدريجيا، واستنادا لبعض الإحصائيات بتقول إن معظم الأهداف بتيجي في آخر 15 دقيقة بسبب الإرهاق والتعب الذهني. ده غير بقى إنك بتقدر تلاحظ ده في الإكسترا تايم وتلاقي كل اللاعيبة بتترمى على الأرض بسبب الشد العضلي. كمان الدراسات الرياضية أثبتت إن 90 دقيقة بتسمح بتقسيم المجهود بشكل منطقي. عندك 45 دقيقة في كل شوط مع ربع ساعة راحة بينهم تدي للاعيبة فرصة ياخدوا نفسهم وإعادة التوازن البدني. ولو رحنا للعلماء بقى فهم كمان كان ليهم آراء في الموضوع ده. قالوا إن الجسم لما بيبذل مجهود متواصل لفترة طويلة بيبدأ يدخل في مرحلة الإرهاق اللاهوائي، ودي المرحلة اللي بيقل فيها ضخ الأكسجين للعضلات وبيبدأ الأداء البدني ينخفض. فلو الماتش كان أطول من كده هتلاقي اللاعيبة بيتعبوا والمستوى البدني والذهني بيقل، وبالتالي جودة استمتاعك بالمباراة أكيد هتتأثر بالسلب. ومع تطور اللعبة بدأ يظهر وقت بدل الضايع لتعويض التوقفات، وبعدها ظهر الوقت الإضافي في البطولات المهمة، لكن القاعدة الأساسية فضلت ثابتة: 90 دقيقة.
ال90 دقيقة ظلت هي مدة المباراة الرسمية في عالم كرة القدم. دلوقتي الفيفا بدأ يفكر في إن ممكن يحصل تغيير في المستقبل، زي إنه مثلا يخلي المباراة 60 دقيقة بحيث إن الساعة تقف مع كل إيقاف للعب، زي كرة السلة مثلا أو كرة اليد. لكن الفكرة دي لسه مجرد اقتراحات، لأن كل محاولات تغيير القوانين دي بتواجه اعتراضات كبيرة، لأن اللعبة بطبيعتها بقت مرتبطة بال90 دقيقة، وأي تغيير فيها ممكن يغير متعة الكورة نفسها. في الأخير ال90 دقيقة دي مش مجرد رقم، دي نتيجة تجربة طويلة جدا من تطوير الكورة في العالم كله، لحد ما وصلت لأفضل مدة توازن من متعة الجمهور والجهد البدني للعيبة والعدالة في اللعب. وبس كده يا معلم، لو الفيديو عجبك بقى متنساش تعمل لايك. كان معاكم ادي الشام، مع السلامة.